سادة أيها الأحبة الكرام من كل مكان، متابعينا مشاهدينا عبر منصة STC TV، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإياكم إلى ملعب يانمار أوساكا في مواجهة جديدة في البطولة الودية الدولية. المواجهة بهذا المساء، النصر يلتقي من أمام انترناسيونالي النصر في معسكر باليابان وفي مشاركته بالبطولة الودية الدولية، وكأنه يبعث برسائل. Parte Çalhanoğlu, colpito Alex Telles in الآخر الانتر اللي عنده كرة من الجهة اليسار فيها صافرة. doppio passo. Fofana guarda la porta e ci prova. الذي أعلن إلى وجود حالة تسلل في كرة الانتر وكرة Spettacolo al pubblico, va detto, abbastanza facilmente impressionabile di Osaka. Pallone in verticale, un po' lungo per Gosens che si impegna, lo tiene in campo, lo mette in destra, cercato Dumfries che la mette dentro di prima, rimorchio, si muove Ronaldo, lo vede Talisca dentro il pallone, fuori gioco di Cristiano Ronaldo, si è mossa bene nella linea dell'Inter. تعود مرة أخرى عرضية إلى منطقة الجزاء، الكرة إلى عند خالد الغنام العائد للنصر. الغنام يلعب كرة قبل المونديال ب5 أيام، عندنا تاليسكا، ماذا يفعل تاليسكا؟ خالد الغنام ثم تاليسكا من جديد خلف، بعد الكرة واصلة إلى لوتارو، يلعب كرة بالبطولة العربية، الكرة اللعب عرضية ساقطة في منطقة الجزاء، والراسية مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى راسية من لوتارو، يلعب كرة في الجهة اليمنى انطلاقا للانتر من الجهة اليمين، ثابتة وركلة حرة مباشرة تلعب إلى منطقة الجزاء ومحاولة مرور باتجاه فوفانا، تاليسكا إلى فوفانا، مرت من الأيمن الانطلاقة ممتازة، هذه خطيرة الكرة، تدخل من دفاع النصر، برافو لاجامي، تدخل رائع من علي لاجامي، يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. المرور والكرة العرضية واصلة في منطقة الجزاء، تاليسكا فرصة رائعة، تاليسكا بالراس، اليوم من الروسونيري إلى النيراتزوري، الكرة بالراس إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى الراسية الماضية، عرضية واصلة إلى منطقة الجزاء، ثم لا رونالدو، انطلاقا من كريستيانو رونالدو من مسافة بعيدة، الله، تسديدة رائعة من رونالدو مرت إلى خارج أرضية الملعب بعد فرصة تاليسكا. عندنا فرصة الآن من رونالدو، التسديدة عدت إلى خارج أرضية الملعب، شوف إلى أنه النصر قريب جدا من تسجيل هدفه، إلى رونالدو، إلى تاليسكا، إلى يا سلام يا سلام يا سلام، هدف أول للنصر، النصر يعتقل أهدافه في المباراة، تاليسكا يغني خارج الملعب وفي الملعب، تاليسكا غنى في هذه الكرة وغني، واحلى من يغني يا تاليسكا، لعب كرة لغريب وغريب، الله الله الله، الأغنية النصراوية، الأغنية النصراوية هنا في يانمار أوساكا، تاليسكا بكرة إلى غريب وغريب يصوبها. Frattesi, deviazione che favorisce Correa, la finta, Correa in area, la palla buona per Lautaro, Alaghidi, poi Correa, Telles a salvare l'Al-Nassr, Dumfries e Alaghidi blocca il pallone, tripla chance per l'Inter che non riesce a trovare il prova a ripartire l'Al-Nassr, pallone per Ronaldo. لعب كرة على الجهة اليسار، عبد الرحمن غريب، Barella, avanza il tedesco, cross deviato, palla che si impenna, testa di باستوني ينقل كرة إلى أقصى اليمين، طارت الكرة Lautaro rallenta, non è finita, Ronaldo. الانتر المحاولة على الجهة اليمين خطيرة، وتسديدة مرت إلى خارج أرضية الملعب، عدت إلى ركلة مرمى، الكرة من لوتارو إلى خارج أرضية الملعب إلى جانب النصر، وكأنه إن شاء الله تعالى هنا guarda la porta, poi sceglie il secondo palo, testa di Dumfries. ما زلنا وإياكم في هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها النصر، ملعوبة على الجهة اليسار، العرضية هذه خطيرة فيها أوفسايد، التفاهم رائع جدا بين الثنائي، تاليسكا يلعب كرة لغريب، Dumfries alza la testa, cercato Frattesi, colpo di testa, pareggia l'Inter al 44esimo con il primo gol in nerazzurro di Frattesi, di testa sul cross di Dumfries, 1-1 nel finale di primo tempo.
Non è ancora un gol ufficiale, ma il primo in nerazzurro di Davide Frattesi, pescato bene da Dumfries. Brozovic un po' disattento, era uscito uno dei due centrali che era Madu, ha tirato da Dumfries, ha messo un bel pallone l'olandese, con spazio Frattesi, Dumfries sposta palla, prova a passare, Telles gli si mette davanti, rischia qualcosa. إلى محاولة المرور، كوريا يرجع الكرة بالخلف مرة Con la maglia dell'Inter, un bel colpo di testa sul cross di Dumfries, un Inter. Anche Adam, il sostituto di Ronaldo, l'attaccante. Quadrado cerca il cross dedicato al Sulaim, perde palla, Sensi riconquista, Lautaro giù, cambia lato, Di Marco, bello stop, cerca il cross, fischia l'arbitro, parte Sensi, barriera piena, Conan riconquista l'Inter con Aslani che calcia, va via e va a terra, dentro in area per Lautaro che cerca la porta, colpito alla Ghidi, 2 volte da Lautaro, prima occasione Inter nel secondo tempo, firmata ancora da Lautaro Martinez. Quadrado, traversone tagliato contro il Lugano una volta rientrato in Europa. Di Marco cerca il cross, buona l'apertura a destra, Quadrado, stop e cross, dentro Lautaro! Alla Ghidi con la punta delle dita, occasione Inter, Lautaro vicino al 2-1. Quadrado cercato Di Marco, prova ad andare il 18, ingresso in area, ancora Adam, palla al piede, recuperata dall'Inter, Sensi di prima, Frattesi, palla dietro per Aslani, a lato, seconda occasione in 2 minuti per Cristian Aslani, questa volta l'angolo l'aveva cercato, non ha Quadrado, palla dentro, tagliata, rimpallo, Lautaro, sopra la traversa, occasione colossale per Lautaro. Dopo il rimpallo su Thuram si divora il 2-1. Aslani, spazio per Sensi, visto e servito. Sensi cerca la porta col sinistro, largo, non colpisce bene. Altra fiammata però dell'Inter, altra accelerazione improvvisa. 7°. Thuram, buono il pallone per Frattesi. Quadrado dentro il pallone proprio per Thuram. Bouchal però gli accelera davanti, recupera palla. Aspetta, Frattesi in area. Contenuto, palla dietro, Sensi, largo, si stanno trovando alla grande Sensi e Frattesi. قدم الأرجنتيني ليونيل ميسي نصيحة إلى ناصر الخليفي رئيس البي اس جي من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بحسب تقرير صحفي فرنسي. ورحل ميسي عن صفوف البي اس جي عقب نهاية الموسم الماضي بعد نهاية عقده، وانضم لإنتر ميامي في صفقة انتقال حر. وبحسب إذاعة راديو مونتي كارلو الفرنسية فإن ميسي نصح الخليفي بالتعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام من أجل تعزيز فرص الفريق في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا. وأوضح التقرير أن ميسي والخليفي اجتمعا في نهاية الموسم الماضي لتقييم الأداء الفريق وتحديد ما تنقصه. وأشار التقرير إلى أن البي اس جي يرغب في ضم كين بالفعل رغم مغالاة توتنهام في طلباته المالية وأيضا اهتمام بايرن ميونخ به. جدير بالذكر أن توتنهام حدد 100 مليون يورو للموافقة على رحيل كين الذي يتبقى في عقده موسم واحد فقط. وتقدم البايرن بعرضين حتى الآن من أجل ضم كين، الأول ب7 مليون يورو والثاني بقيمة 8 مليون يورو رفضهما توتنهام.